اللي اغلب الناس عارفاه ان جمهور الاهلي كان عنده التراس واحد بس، او بشكل عام يعني جمهور الاهلي متمثل في التراس اهلاوي. لكن اللي كتير ما يعرفوش ان على مدار السنين الاهلي كان عنده 13 مجموعه ورابطه للتشجيع، كلهم طلعوا من نفس الجذر لكن كل واحد واختار طريقه. من 2007 بدات الحكايه مع التراس اهلاوي في العاصمه القاهره، وده اتكلمنا عنه في اكتر من فيديو قبل كده سواء هنا على اليوتيوب او على التيك توك. اما بقى ورا الاضواء والشماريخ والهتافات ظهرت 13 مجموعة مختلفة، كل واحدة كان ليها لون وليها ناس وليها مدينة خاصة بيها. كلهم اتولدوا من رحم الألتراس الأم وهو ألتراس أهلاوي، لكن كل واحد منهم كان عنده حلم إنه يكون كيان لوحده، من القاهرة للإسكندرية للشرقية للصعيد. ألتراس ديفلز، ريدز، ساوث فالكون، ريد دلتا، ريد ستورم، كورفا، ريد فينوم، ريد هيل، ووينرز. مجموعات كتير اتولدت، سندت، ورفعت اسم الأهلي. كل مجموعة ليها قصة وليها نهاية اختفت عشانها واحدة ورا التانية، لكن في وسط كل الأسماء في اسم فضل عايش في الذاكرة. مجموعة بدأت كسيكشن خاص بالإسكندرية وتحولت لكيان. جروب كان ليه شكل مختلف ووجود قوي، وهو أولتراس ديفلز، واحدة من أقوى الجروبات في التشجيع والسفر ورا الأهلي. جروب عمل في موسم واحد 59 تنقل خارج مدينته، كأول جروب في العالم يعمل ده، وكمان كان رقم واحد في العالم في التنقل خارج مدينته من 2007 لحد 2012. في الفيديو ده هنفتح صفحة من التاريخ ونتكلم عن ديفلز من أول لحظة لحد آخر ظهور رسمي للبانر بتاعهم، وده قبل ما يحرقوا ويحلوا الجروب. فقوم هات حاجة تشربها عشان هنحكي كتير النهاردة. فأنا عمريانو ودي قناتي حدوتة مدرب، اشترك فيها لو مش مشترك، ولايك للفيديو، عايزين نوصله ل 500 لايك، وكل واحد بيشوف الفيديو ينزل يكتب لي كومنت يقول فيه رأيه، وعايزين كومنتات كتير. وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا فلنبدأ. بعد ما حكينا قبل كده في التفصيل عن التراس اهلاوي من البدايه للنهايه ومؤسسه عمرو فهمي رحمه الله عليه، كل ده كان في فيديو كامل هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، ابقوا روحوا شوفوه بعد الفيديو ده. خلونا بقى النهارده نبدا نتكلم عن التراس ديفلز اللي اتاسس يوم 9 نوفمبر عام 2007 على يد محمود غندور رحمه الله عليه، احد شهداء مذبحه بورسعيد. وتم تاسيس ديفلز بعد عده اشهر فقط من تاسيس التراس اهلاوي، المجموعه الام لجمهور الاهلي. وترفع بانر التراس ديفلز رسميا لاول مره في مباراه نهائي افريقيا ما بين الاهلي والنجم الساحلي، واستمدت مجموعه مبادئها من التراس اهلاوي، وهي يعتبر المبادئ العامه للالتراس على مستوى العالم، واللي اهمها طبعا تشجيع الفريق طول ال 90 دقيقه، صنعت بقى التيفوهات او الدخلات اللي كانت في ماتشات الاهلي سواء في اسكندريه او بره اسكندريه، وده اللي هيكون موضوع حلقه النهارده. وبدات تخرج كمان بره اسكندريه وتروح المحله والاقاليم، لحد ما اتطور اداء المجموعه وبقوا بيشاركوا في الدخلات والتيفوهات في استاد القاهره في الاحداث المهمه. ومن المبادئ اللي مشوا عليها كمان السفر والترحال ورا الاهلي في كل مكان سواء داخل مصر او خارج مصر، واللي كان موضوع صعب جدا بالنسبه لهم، حيث ان الاهلي بيلعب كل ماتشاته بره اسكندريه غير ماتشين او ثلاثه في الموسم على حسب الفرق اللي موجوده في الدوري من اسكندريه، سواء سموحه، الاتحاد السكندري، او حرس الحدود. نيجي بقى لسبب اختيارهم لاسم ديفلز، بعيدا طبعا عن انها مستمده من اسم الشياطين الحمر، الا ان ديفلز ككلمه فهي مكونة من اختصارات ل6 كلمات وحروف من كذا كلمة بتعبر عن مبادئهم. الدي جاي اختصار من كلمة ديوتي، ودي معناها ان التشجيع واجب على كل فرد من اعضاء الجروب. اما الاي فهي الايفولوشن، دي معناها ان المجموعة هتتطور لحد ما توصل لمستوى كويس بين التراسات الوطن العربي كله. اما الفي فهي الفاريتي، وهي سبب الشرارة اللي هتطلع من حواس الجمهور. اما الاي فهي الاجنيشن، ومعناها ان هم هيحمسوا الجمهور في المدرجات. والال طبعا اختصار لكلمه لايبرتا، وهي طبعا الحريه، وده اهم مبدا في مبادئ التراس سواء اهلاوي او ديفلز. الاس جايه من كلمه ستورم، ودي معناها ان قوتهم كالعاصفه. جروب التراس ديفلز يعتبر هو الجروب العربي الوحيد اللي بيشجع فريق خارج مدينته، واعضاء المجموعه كلهم كانوا عايشين في اسكندريه وقتها، واللي هي بعيده عن العاصمه اللي هي القاهره باكتر من 200 كيلو. وعلى الرغم من بعد المسافة ما بين الإسكندرية والقاهرة وباقي المحافظات، إلا إن أعضاء الجروب عملوا أكتر من 35 ديبلاسمون على مدار أول موسم ليهم، رقم ما حققوش أي جروب على المستوى العربي قبل كده. فالجروب سافر ورا الأهلي في جميع ماتشاته سواء في القاهرة أو بره القاهرة، وطبعا كانوا متحملين كلهم نفقات السفر. وكان من أكبر الديبلاسموهات للجروب هو السفر ورا الفريق من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، من الإسكندرية لأسيوط في صعيد مصر، ومسافة تقرب ل 700 كيلومتر واكتر، في حين مفيش اي مجموعة في مصر عملت الحوار ده. وكلمة ديبلاسمون جاية من اللغة الفرنسية ومعناها ترحال او تنقل. اما في مجال التشجيع فمعناها ان هم بيسافروا ورا الفريق في اي ماتش خارج ارضه، وكمان بيتحملوا تكاليف السفر من نفقتهم الخاصة، ودي من استقلالية مجموعة التراس اهلاوي والتراس ديفلز وشغفهم الحقيقي بالنادي الاهلي، وده انهم كانوا بيعتمدوا على نفسهم تماما في تمويل كل حاجة، من الدخلات الضخمة زي الجلادات والقماش الكبير اللي كان بيغطي المدرجات
واللي كان يعتبر كمدرج تالتة شمال بيكون من أكتر من 25,000 كرسي أو 25,000 جلاد، وده مبلغ كبير جدا بيطلعوه كلهم من جيوبهم، وده طبعا من غير أي دعم من النادي ولا جهة خارجية. كمان بقى غير أدوات التشجيع زي الأعلام والرسائل للاعبين والشماريخ وغيرها، وده بيظهر إنهم كانوا كيان مستقل بمعنى الكلمة، وكان هدفه الوحيد هو دعم الأهلي ومجده بعيد عن أي تدخل سياسي أو أجندات خارجية تانية. وطبعا ما اكتفوش أعضاء الجروب بمساندة الأهلي في كرة القدم بس، لا ده كمان راحوا لألعاب الصالات ولكل رياضة مختلفة سواء رجال أو سيدات، وكان تقريبا كل الطرق اللي بتربط محافظات مصر التراس ديفلز عدوا عليه. تعالوا بقى اما نخش في احداث المباريات والدخلات والتيفوهات والشغل الرايق اللي انتوا بتحبوه ده. بدا موسم 2009 بدايه مخيبه للامال لجميع اعضاء الجروب، فكان المفروض ان هم يعملوا التيفو الرئيسي لمباراه الديربي بين الاهلي والزمالك في السوبر المصري، واللي كانت هتكون من تنفيذهم بالكامل في يوم 27/7/2008، واللي وقتها التراس ديفلز حاول يرفع البانر بتاعه قبل ما يلموه تاني بسبب تعنت الامن ومن رفض دخول ادوات التشجيع والدخله، بل كمان الامن استولى على اجزاء منهم بغرض افساد التيفو عشان يضيع مجهود كبير عمله اعضاء الجروب في المباراه دي والتكلفه العاليه اللي دفعوها من جيوبهم طبعا. ولكن اعضاء الجروب ما يئسوش، حاولوا يتداركوا الامر بسرعه واستغلوا ان في مباراه الاهلي في اسكندريه قدام الاتحاد قبل مباراه نهائي افريقيا، فبداوا الاعداد للدخله واختاروا فكره مناسبه للحدث الكبير اللي مستنيه ناس كتير قوي ان هم يحصلوا على اللقب الافريقي اللي خسروا الاهلي الموسم الماضي ويرجعوا لليابان مره تانية. فجت هنا بقى فكره التيفو كالاتي: سفينه كبيره تنقل مشجعي ولاعبي النادي الاهلي الى اليابان، والسفينة دي ليها شراعين، الأول وهو الكبير مرسوم عليه شعار الأهلي، أما التاني مرسوم عليه عين حورس، ودي بترمز للحماية اللي بيمنحها الإله عند الحضارة الفرعونية. وفي مقدمة السفينة مرسوم كاس أفريقيا. السفينة متجهة لليابان وتصور جزء من الجزيرة وعليها ستايل كده للبيوت اليابانية ومكتوب عليها رسالة ويلكم إن جابان. وفي التيفو سفينتين غرقانين، الأولى عليها شعار الزمالك والتانية علم الكاميرون، وهنا كناية عن القطن الكاميروني اللي هنقابله في النهائي طبعا في المباراة دي، ومكتوب مسج في أعلى التيفو: Done with the rivals, Japan is our target، يعني قضينا على الخصوم واليابان هي وجهتنا. بس خد بالك ده ما بيكونش أول تيفو رسمي يعمله أعضاء الجروب، لأن أول تيفو كان يوم 29/11/2007 واللي كانوا وقتها أعضاء الجروب هم 11 شخص بس. وجات هنا فكرة الدخلة بعد خروج الأهلي من بطولة أفريقيا 2007، وشافوا إن البعض بيهاجم مانويل جوزيه، فكانت الدخلة هي بمثابة تكريم للمدرب العظيم ده. وكانت الدخلة عبارة عن تيفو اترسم عليه مانويل جوزيه وهو قاعد على كرسي الحكم ومتوج بتاج الملك، وعلى جانبين التيفو شرايط حمراء ومكتوب عليها مسج: مانويل جوزيه ريدا افريكا، بمعنى مانويل جوزيه ملك افريقيا. وكان تاني تيفو في المباراه اللي المفروض الاهلي هيفوز فيها بالدوري ال 33 على استاد الكليه الحربيه، واللي رسموا درع الدوري وكتبوا تحته 33 وعليه من فوق 3 نجوم، وكتبوا على التيفو نفسه التراس ديفلز وحواليه رساله تشامبيونز يعني الابطال. وبعدها بقى حصل حوار ماتش الزمالك ده اللي حكيت لك عليه من شويه، وبداوا يطلبوا الحريه في الماتشات، وحصل زي بايرو شو خفيف كده بالشماريخ في مباراه المصري في بورسعيد، والموفيون المصري واجه مرحله اضطرابات كتيره مع الامن بسبب الاحداث اللي حصلت في ماتش الاسماعيليه قدام الاسماعيلي وقتها، واللي حدفوا وقتها اكتر من 70 شمروخ في ارضيه الملعب. ومن بعدها بقى من الصعب ان هم يعملوا اي تيفو في القاهره من بعد الاحداث اللي حصلت. وخليني هنا افهمك يا صديقي ان كلمه موفيون معناها باختصار الروح الحركيه الموحده في المدرج، واللي بتدي احساس ان الجمهور كان واحد بيتحرك بنفس النبض. فمن اول هنا بقى فالبديل او الحل الوحيد قدام التراس ديفلز هو ان هم يعملوا التيفوهات كلها في استاد اسكندريه في ماتشات الاهلي هناك، ده طبعا عشان ياكدوا قوه الجروب داخل الاسكندريه. والمباراه اللي بعدها هي مباراه الاولمبي في ملعب اسكندريه، وكان الاهلي في الفتره دي مهزوز فنيا في المستوى في الماتشات في الوقت اللي بعض من جماهير الاهلي في القاهره تخلت عن مسانده فريقها. فكان الرد هنا بدخله برساله واضحه باللغه العربيه، وهي: كفايه تلفزيونات، شجعوا الاهلي من المدرجات. وفيها طبعا طلب وحث جماهير الاهلي بمسانده الفريق في الازمه من المدرجات. والفكره هنا طبعا بقى رسموا تلفزيون وعليه علامه اكس كبيره، والفكره كانت متعمده انها تكون بسيطه لابعد الامور وبعيده تماما عن اي تعقيد عشان معناها يوصل مباشره للجمهور ولاقل طبقه من مشجعي الدرجه الثالثه. الفكره نجحت انها توصل للجمهور كله، ودي بقت رساله بتوجهها مواقع الاهلي لجمهورها بكفايه تلفزيونات وشجعوا الاهلي من المدرجات. وقبلها كتبوا رساله: جمهوره ده حماه على الحلوه والمره معاه. ونجاح الدخل هنا كان في بساطتها والفكره، وان هم وضحوا الرساله بالشكل البسيط ده. وكان في اخر مراحل الدوري وقتها منافسه شرسه بين الاهلي والاسماعيلي على لقب المسابقه،
وكان اكبر عقبه قدام الاهلي هي مباراه حرس الحدود في اسكندريه. وهنا بقى اعضاء التراس ديفلز كانوا في الموعد، ورسموا هنا دخله كانت فكرتها ان هم يبعدوا الشمتانين والحاقدين واي حد يقدر انه يتكلم عن الاهلي وتاريخه بكلمه وحشه، وبيفكروا الناس اللي بيحاولوا يتناسوا جمهور الاهلي مين هو الاهلي ومين هو جمهوره. واترسم وقتها تاريخ النادي الاهلي هو 1907، واول شعار للنادي الاهلي اللي كان عليه تاج، وكتبوا مسجين فيهم خلاصة الكلام. الأولى وهي 1907 بداية تتويجنا على عرش الكرة المصرية، وبعد 102 سنة الملك لن يتنازل عن عرشه. وبعدها تيفو تاني بجلادات كلمة سبريت وجنبها تيشيرت الأهلي، معناها يعني روح الفانيلا الحمراء، عشان جمهور الأهلي كله يسكت الألسنة اللي بتتكلم عليه. وبيعلن إن الأهلي منذ نشأته حتى الآن فهو بطل مصر بلا منازع. وبعدها دور المجموعة بدأ يظهر أكتر إن هم عايزين حق جمهور الأهلي في اسكندرية عشان يحافظوا على تذاكر ماتش الأهلي والإسماعيلي اللي كانت الإدارة مقررة إنها تطلعهم كلهم في القاهرة. واستجابت الإدارة وقتها وطرحت 60% من تذاكر المباراة في اسكندرية. والمجموعة عملت تيفو تاني بعد 7 أيام من ماتش الحرس، ولكن المرة دي كانت تخطيط أكبر بحيث التيفو يغطي المدرج كله، وكان هيبقى التيفو وقتها كلمة وين فور اس. ولكن كالمعتاد بعد ما كل شيء انتهى وجاهزين يعرضوا الدخلة، الأمن رفض ان هو يدخل الدخله الاستاد، والاسباب هي اجراءات امنيه عشان الامن يحرم الجروب للمره الثانيه من تنفيذ دخلته. وفي موسم 2010 راحوا ورا الاهلي حرفيا في كل الماتشات وعملوا دخلات كتير، منها الاكشن اللي عملوه في ماتش اتحاد الشرطه على استاد المقاولين، ورفعوا كام لافته كده بتوضح غضبهم وملخصها كفايه تلفزيونات وضد الاعلام والحوارات دي. 19 اكتوبر 2009 مباراه المنصوره على استاد المنصوره، ودخلت بقى الاهرامات ومكتوب عليها 107 بطوله شمس لا تغيب عنها البطولات. 3 12 2009 وعلى استاد الاسكندريه مباراه الاهلي والاتحاد الاسبوع ال11، دخلت دايما معاه روحنا فداه. التراس ديفلز عملوا انجاز في الماتش ده. التيفو كان كوريجرافي واحتوى على 4 كلمات باللغه العربيه، وهي دايما معاه روحنا فداه، ودي طبعا جزء من واحده من اشهر اغاني جمهور النادي الاهلي طبعا، وهي من تالتة شمال. صعوبة الانترو هنا كانت في اختيار اللغة العربية للكتابة على المدرج، وطبعا التأخر المعتاد من الأمن في دخول أدوات التيفو وتجهيزه في 4 ساعات بس. وفي ماتش الديربي مع الزمالك اتحقق حلم الجروب وعملوا دخلة في الشوط الثاني عشان ده يكون أول مباراة تحصل فيها دخلتين، دخل الالتراس اهلاوي في الشوط الاول ودخل الالتراس ديفلز في الشوط الثاني، واللي كانت عباره عن الاهلي فوق الجميع. 2 ابريل 2010 مباراه جانرز في دوري الابطال، الالتراس بيعمل دخله الاب الروحي الشهيره وهم راسمين وش صالح سليم، وفي ذكرى تاسيس النادي بيعملوا دخله جلوري 103 في استاد القاهره. يوم 3 5 2010 مباراه الاهلي والاسماعيلي على استاد القاهره، دخله التراس ديفلز عباره عن جلادات عباره عن كلمه ها 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 بس، وده ردا على الحضري بعد ما الاهلي حسم الدوري ال 35 في تاريخه والسادس على التوالي. 22 5 2010 مباراة الاهلي ونابارو في كاس مصر وعلى استاد المنصورة، والتراس اهلاوي وديفلز بيعملوا اللاتينو ستايل كده وتحته رسالة سيف البطل سوف يقتل احلامك. 2 12 2010 مساء الخميس شهد مباراة الاهلي وسموحة في اطار مباريات الدور الاول من الدوري المحلي، واللي كانت على استاد الاسكندرية وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وكان وقتها شهدت حضور جماهيري باللون الاحمر مكثف جدا، وعلى جوانب ومدرجات الملعب كله ممتلئه، تاكيد للاصاله والوفاء والمعدن الاصيل لجمهور الاهلي، وفي وقت الشده والازمات قبل وقت الفرح، ومسانده الفريق في عبور محنته. واللي كان وقتها التراس ديفلز عمل دخله في المباراه بعنوان من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا. وصف الدخله دي فهو اعضاء التراس ديفلز عملوا دخله للتذكير بمئويه النادي فريق كره طبعا، والمجموعه عملت 2 تيفو كبير، واحد عليه صوره لاول فريق كره قدم في النادي 1911 وهي الصوره اللي معروضه قدامكم على الشاشه، وواحد تاني اترسم فيه 3 من افضل لاعبي النادي الاهلي على مر العصور، وهم محمود الخطيب ووليد صلاح الدين ومحمد ابو تريكه. بجانب طبعا تزيين التيفوهين بمجموعه من الجلاد الاحمر والاصفر بالاضافه لشويه من الابيض على الاطراف. بعدها يوم 10 12 2010 وعلى استاد الاسكندريه قدام الاتحاد، ماتش اللي انتهى بالتعادل ايجابي 2-2، وقتها الديفلز بيعملوا كوريجرافي. دخله كانت عباره عن كتابه جمله الاهلي فوق الجميع على كامل المدرجات المخصصه لجمهور الاهلي، بالاضافه كمان لرسم نسر الاهلي وتاج اول شعار للاهلي في المدرجات، واللي موجود في نص الكلمه في ملعب الاسكندريه، الاهلي فوق الجميع دوما وابدا وفي كل الظروف. الدخله دي يعتبر هي الثانيه لجمهور الاهلي في الاسكندريه في مباراه الفريق
في اقل من 10 ايام في الوقت ده. وبعد الثوره طبعا واللي حصل فيها وتوقف النشاط، الاهلي بيلعب مباريات وديه استعدادا لمبارياته الافريقيه اللي بتكون على ملعب مختار التتش، وبيعمل وقتها التراس اهلاوي مع التراس ديفلز 5 دخلات في 13 يوم بس. وده اللي حكيناه في الفيديو اللي فات بتاع دخلت الالتراس، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. 18 مارس مباراه سوبر سبورت عشان التراس اهلاوي وديفلز يفاجئونا بتيفو بعرض المدرج كله عباره عن نسر الاهلي كامل وفوقه رساله حلق عالي بحريه يا نسر نادي الوطنيه. تيفو خطير، تيفو جامد بجد، دخله مش سهله تتعمل بالعدد ده كله. خد بالك ابداع بمعنى الكلمه، غير البايرو شو اللي كان شغال طول الماتش. وطبعا الصعب في الموضوع ده هو العدد ده كله وكمان احوال البلد وقتها. الكلام ده كان بعد الثوره بشهر ولا شهر ونص. 8/5/2011 بايرو شو التراس اهلاوي والتراس ديفلز في مباراه زيسكو يونايتد الزامبي. واللي اول ما يجي لك السيره دي هتفتكر تلقائي حلقه النار اللي اتعملت. التراس اهلاوي بالتعاون مع ديفلز اشعلوا الشماريخ في كامل الملعب كله، مش بس في الثالثه شمال بل في الملعب كله، عشان يعتبر حلقة من نار والملعب بيتحول لبركان أحمر من الشماريخ. وبتطبق مقولة جمهور الأهلي ولعها نار عشان يحصل لهم رعب على أرض الاستاد. 12/5/2011 وبعد الفتنة اللي حصلت بعد الثورة لحد الوقت ده، وقتها جمهور الأهلي بيعمل دخلة عبارة عن تيفو أمة واحدة وطن واحد 6-1 بهزر. 20/5/2011 الأهلي والإنتاج الحربي على استاد القاهرة. ألتراس ديفلز بمساعدة ألتراس أهلاوي دخلت 60 مليون أهلاوي مع مسجات حلمك يا عمر يا لطفي حقيقة واسم الأهلي مال الكون، وكمان مسج مضمونها مقدر لك جهلك ومدى خوفك أصل أنت أقرع وعندك ظروفك. وطبعا احنا هنا عارفين هم قصدهم على مين. 25/5/2011 مباراة الحرس على استاد الماكس، دخلت مفيش فايدة مرسوم عليها سعد زغلول وجنبه لاعب زملكاوي وهو حاطط ايده على راسه بعد حسم الاهلي للدوري وتحته بانر 96 سبرنت. 25/6 الاهلي والاسماعيلي وعلى استاد القاهرة. التراس اهلاوي وديفلز بيعملوا دخلة متعودة دايما، دخلة مبدعة بعرض المدرج كله وتنظيم رايق على المنجوية. 7/7/2011 في مباراة المقاولين ودخلت الضربة القاضية او الكي او. التراس ديفلز بيعمل دخلة كيروغرافي وهي عبارة عن رسم 2 بيلعبوا ملاكمة وواحد ضرب التاني ومكتوب كلمة الضربة القاضية أو الكي او مع مسج مكتوبة تحتها أضربك فين مفيش في وشك مكان، الضرب في الزبالك حلال، مع وجود بقى كذا مسج فرعية تانية زي يعني ايه الدوري المصري، يعني كله يعيش الوهم والأهلي ياخد الدوري، وزي واحدة تانية احتاجتم 7 سنين للوصول للصدارة واحتاجنا 7 أيام لإعادتهم للجحور، وغيرهم كتير بقى. والمقصود بالدخله هو ان الاهلي ادى الزمالك القاضيه ممكن وفاز بالدوري، وكتابه الكي او اختصارا لنوك اوت طبعا بمعنى الضربه القاضيه، ودي الكلمه الشهيره اللي كانت موجوده دايما لما الملاكم بيفوز في الاتاري. 18/10/2011 الاهلي وبتروجيت دخلت تشامبيون وتحتها رساله تعودنا منكم على منصات التتويج فننتظر منكم المزيد. 23/10/2011 الاهلي والجونه. فكره التيفو هنا جت من رسم مشجع اهلاوي وجنبه كوريوجرافي بكلمه ده حماه مع وجود سهم فوق الهاء في كلمة ده موجهة على بانر ألتراس أهلاوي وسهم في حرف الألف في كلمة حماة على بانر ألتراس ديفلز. الدلالة هنا إن جمهور التشجيع هم حماة النادي الأهلي سواء ألتراس أهلاوي أو ألتراس ديفلز، فكلنا على حب الأهلي اتجمعنا. 12/8/2011 الأهلي ومولودية الجزائر، وأبدعت جماهير الأهلي في توصيل رسالتها للاعيبة في مباراة المولودية وبعد دخلة رائعة من الجمهور الأحمر واللي كانت فيها كلمة الإمبراطور أو إمبيرور في إشارة للمارد الأحمر، وأشهرت الجماهير وقتها رسائل كتير وعملت دخلة جامدة جدا في اللقاء. وكتبت الجماهير كلمة إمبيرور بالجلاد الأبيض وسط الألوان الأحمر والأسود والأصفر في دخلة رائعة ومبهجة. ورفع جمهور الاهلي بقى عده رسائل عشان يحث اللعيبه على الفوز بالبطوله الافريقيه، وكان ابرزها استعيدوا روح الفانيلا الحمراء فانتم ابطال القاره السمراء. ورساله تانية كتبوا عليها اعتدنا منكم الرجوله فلا تحرمونا شرف البطوله. وكانت ابرز اللافتات اللي رفعها جمهور الاهلي وقتها وهي ان الدوري اعتدنا عليه وافريقيا لعبت جزئين، وده في اشاره لتمكن المارد الاحمر من احراز لقب البطوله المحليه بصوره متتاليه طبعا زي ما قلت لكم 6 مواسم متتاليه، وقدره البرتغالي مانويل جوزيه المحنك على قياده الفريق لمنصة التتويج الأفريقية. وكان في بعض اللافتات تانية مكتوبة زي أفريقيا للرجال فقطروا الوصول للمونديال، وتانية مكتوب عليها غيرنا بيعيشوا في أوهام كتير. وصحيفة الهداف الجزائرية وقتها كتبت عن جمهور الأهلي وعن الدخلة وقالت إنه واجه فريق المولودية جمهور مرعب بمعنى الكلمة، وإنه عاش أجواء جمهور أمريكا الجنوبية وجمهور البوكا حيث إنهم سبب في فوز الفريق وإنهم ما بطلوش تشجيع طول 90 دقيقة. 28/10/2011 مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وعلى استاد برج العرب. ألتراس ديفلز بيعمل دخلة علم فلسطين بعرض المدرج السفلي
الاهلي ومكتوب عليه 6-0 ورساله نادي الشعب العربي في اشاره لفوز المختلط على الاهلي سنه 42 بعد سفر الفريق الاول لفلسطين وقتها ولعبهم مباراه هناك لدعم القضيه، واللي على اثرها جمهور الاهلي بيهتف ال6-0 دي شرف ليوم الدين. 28/1/2012 مباراه الاهلي والمقاولين العرب على استاد القاهره، اخر مباراه قبل المباراه المشؤومه. التراس اهلاوي وديفلز قبل المباراه بيعملوا تيفو اهلاوي ثورجي، وفوق رسالة عريضة مكتوب على علم مصر مضمونها ثابتين على الأفكار هنكمل المشوار، وفوق التيفو في نص رسالة بانر كبير على شكل وش كده مكتوب عليه ألتراس أكنه السنان يعني بتاع الوش ده، ومولعين شماريخ في كل حتة وراه وبالأخص مكان العينين ومكان الكلمة في إشارة هجومية منهم، مع طبعا بانر وي ار ايجيبت. وخلال المباراة الجمهور بيعمل اللي بيعمله من حركات سياسية وهجوم على النظام والداخلية، وبيطالبوا بإسقاط حكم العسكر. عشان بعدها ب3 أيام وتحديدا صباح الأول من فبراير أعضاء الجروبين أهلاوي وديفلز بيشدوا الرحال في اتجاههم لمدينة بورسعيد عشان يلعبوا مباراة المصري كالعادة زي كل موسم، ولكن المرة دي مش زي أي مرة، وده بسبب الأحداث اللي حصلت طول المباراة وكمان بعد صفارة الحكم. واليوم بيخلص ب 72 شهيد، 72 شاب زيي وزيك مسافرين عشان يشجعوا ناديهم، لكن ما كانوش يعرفوا انها هتبقى اخر مرة. 72 شهيد منهم مؤسس التراس ديفلز الشهيد محمود غندور رحمة الله عليه، ومن بعدها وهم رافعين شعار عاشت الفكرة ومات صاحبها. والحادثة كنا حكينا عنها بالتفصيل الممل في فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، ابقى خلص الفيديو ده ولف لك لفة كده وشوفه عشان تعرف الحقيقة كاملة. المهم الالتراس بيقطع المدرجات تماما وقتها لحد ما يجيبوا حق الشهداء والقصاص اللي كانوا بيطلبوه، وبعد ما بيصدروا الحكم وفي اول مباراة على ملعب برج العرب قدام فريق تذكر الكيني، التراس اهلاوي وديفلز بيعملوا 4 تيفوهات في المباراة. الأولى بتكون 3D زي ما انتم شايفين، مش محتاجة شرح يعني، وفوقها رسالة لن ننسى ولن نسامح، وطبعا بيطالبوا بإعدام الشخص المسؤول ده. وتاني تيفو بيغطي المدرج كله راسمين عليه برج القاهرة وكذا شخصية مصرية تانية، وفوق التيفو رسالة تاريخ حفل بالوطنية والنضال سطره عظماء ويستكمله 74 شهداء. وتالت تيفو بيكون رسالة واضحة وهي منبع النضال، ورابع وآخر تيفو هو المجد للشهداء، وبيكملوا الماتش ببايرو شو وقنابل دخان. الأول من فبراير عام 2014 في الذكرى الثانية لمذبحة بورسعيد، التراس أهلاوي وديفلز بيقرروا إن هم يروحوا في الوقت ده على ملعب مختار التتش ويحيوا ذكرى الشهداء بالهتافات والتيفوهات اللي هيعملوها. وكان أول تيفو ده يعتبر من أصعب التيفوهات اللي اتعملت في العالم، لما رسموا وشوش أغلب الشهداء في المدرج وتحتها رسالة كتبتم بدمائكم أسماءكم في التاريخ شهدائنا وسمع على صدورنا. وبعدها تيفو رقم 74 واخر تيفو كان جملة لن ننسى، وبيهتفوا كلهم هتاف حكايتنا بتاع في بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات. وبعدها بينزلوا التيفوهات ويطلعوا بنرات بأسماء الشهداء كلهم، وبيكملوا هتافات بعدها منهم هتاف واللي ماتوا في بورسعيد عشان رجال. عشان يوم 20/2/2014 نهائي السوبر الأفريقي ما بين الأهلي والصفاقسي التونسي، والمباراة دي اتعمل فيها 4 دخلات، 3 الألتراس أهلاوي وواحدة للديفلز. الدخلة الأولى الألتراس أهلاوي كانت جول تريكا في الصفاقسي، ودي كانت طبعا 3D بالشكل اللي انتم شايفينه ده، والتانية كانت كلمة الأهلي وجنب الكلمة النسر، ودول كانوا الالتراس اهلاوي بالجلادات، بالاضافه لاخر الدخله الاهلاوي وهي كانت بالشماريخ طبعا. اما الدخله الثالثه فكانت بالقماش ودي خاصه بالديفلز. 4 ديسمبر 2014 نهائي الكونفدراليه ما بين الاهلي وسوي سبورت، وعلى استاد القاهره اتعمل اعظم دخله في التاريخ من التراس اهلاوي بمساعده الديفلز، وهي دخله ال7 لغات العظيمه. والدخله الثانيه وقتها اتعملت بالشماريخ، اتكتب يو اي ويو دي يعني اهلاوي وديفلز. وطبعا احنا كنا اتكلمنا عن الدخلات بتاع اهلاوي كلها في الفيديو اللي فات اللي هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. في 2015 تحديدا في الذكرى الثالثه لمذبحه بورسعيد برضه اهلاوي وديفلز بيجمعوا نفسهم في ملعب مختار التتش، والمره دي بيعملوا مشمع من قتل يقتل ولو بعد حين، وبيهتفوا برضه حكايتنا، وبعدها بيهتفوا بيننا وبينهم دم وطار حق الشهداء الاحرار، وطبعا حاطين صوره الشخص اللي طلبوا باعدامه في ماتش تذكر الكيني، غير بقى الهتافات اللي ضد الداخليه والنظام. 19 ابريل 2015 مباراه الذهاب ما بين الاهلي والمغرب التطواني، واللي كانت في المغرب على استاد ثانية الرمل، وترحال مميز لألتراس أهلاوي وديفلز، ورغم تحذير الأمن المغربي وتعنته ليهم لكنهم بيولعوا الشماريخ في المباراة وبيشجعوا بأقصى ما عندهم، واللي حاول بعدها الأمن يمنعهم من كده ولكن كملوا اللي كانوا بيعملوه. عشان يوم 30/4/2015 على ملعب مختار التتش آخر تمرين للاعبي الأهلي قبل مباراة العودة قدام المغرب التطواني، وبرضه ده كان آخر حضور رسمي لألتراس ديفلز بالبانر الرسمي بتاعهم، عشان بعدها بأقل من 20 يوم افتتاح مسجد الحي القيوم كصدقة جارية على أرواح شهداء الأهلي والزمالك اللي منهم مؤسس جروب ديفلز محمود غندور،
ومعاها بيتم حرق البانر الرسمي لالتراس ديفلز، عشان بكده رسميا تم حل جروب التراس ديفلز نهائيا. وبكده تنتهي حكايتنا مع واحدة من أعظم جروبات التشجيع في الكرة المصرية والعربية، وللديفلز خليك فاكر. وبس يا سيدي كده خلصنا فيديو النهارده. انزل دلوقتي حالا اكتب لي كومنت قول لي فيه رايك وعايز الفيديو الجاي عن ايه. وكان معكم عمر يانو من قناه حدوته مدرج. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعل الجرس على كل الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وشير الفيديو بقى في كل حته وروقوا عليا. وهتلاقوا لينك التيك توك بنزل هناك محتوى بشكل شبه يومي ان شاء الله يعني، روحوا اعملوا لي فولو. وكمان هتلاقوا لينك الانستا لو حد عايز يبعت لي اي حاجه خاصه بالقناه او الفيديوهات، سواء معلومات او استفسارات، حتى عايز تعرف عليا شخصيا روح اعمل لي فولو، هتلاقي اللينك بتاع الانستا في الديسكربشن. وبس يا سيدي ما تنساش تصلي على النبي افضل الصلاه والسلام. سلام.